في فيديو النهارده هنعمل بقسماط الافران. هقول لكم كل تكاته من الاول العجين لحد الفرد لحد التسويه. بس لايك كتير قوي للفيديو، شجعوني يلا بلايك كتير وشير كتير، ويلا بينا نبدا في مكونات الوصفه. اول حاجه معانا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، يكون استخراج 72، ضروري 72. ولو مش فيه بقى دي مخبوزات. معانا بقى نص كوبايه من الزيت وعليه معلقه من السمنه. الزيت عشان يخليها مقرمشه، والسمنه عشان تديها سنه من الطراوه كده، ما تبقاش يعني بناكل حاجه كده محجره كده. 250 جرام او 250 مللي من الميه الفاتره، ومعلقتين كبار من السكر، وظرف الخميره حوالي 10 جرام. ممكن يمشي ظرف خميره 8 جرام، الاتنين يمشوا مفيش مشكله. دي 10 جرام. ورشة ملح، يعني ذرة ملح كده بين صباعين كده نحطها، قرصة ملح يعني. ونيجي بقى في بولة كبيرة كده نحط الدقيق والملح والسكر والخميرة، ونقلبهم كده بالاسباتيولا او بصوابعنا كده عادي، مش هتفرق، كله زي بعضه. هنديها تقليبه حلوه كده، وبعدين هننزل بقى بالنص كوبايه الزيت على معلقه السمنه، ونيجي بقى لسه هنشرب الدقيق الزيت، ونيجي بقى بالميه ننزل حبه حبه. معايا 250 مللي من الميه الفتره، هننزل حبه حبه، مش هننزل بيهم كلهم مره واحده. انا اخدت معايا بالظبط حوالي 250 مللي، يعني الكوبايه دي، وزائد كمان معلقتين كبار من الميه. معلقات اللي هي الاكل دي اللي بناكل بيها، حطيت منهم معلقه معلقه لغايه ما تبقى طريه معايا بالشكل ده. خلاص هي بقت كويسه جدا وطريه، هسيبها ترتاح. ترتاح يا جماعه، مش تخمر، انا عايزاها بس ترتاح حوالي ربع ساعه. بعد مرور ربع ساعه كانت بالطراوه والشكل اللي انتوا شايفينه ده. واجيب بقى السمسم، احط عليه حوالي معلقتين ميه عشان يخلي السمسم يلزق مننا في البقسماطايه كده، بنديها خليها منديه كده. هقطع بقى معانا البقسماط او عجينه البقسماط بالطريقه دي. اي طريقه يعني اللي ترتاحوا له اعملوه. انا حبيت اعملها بالشكل ده. وحاولوا تساووا الكميه بتاعتكم. وكملت بقى فرد فيها في الصينيه عشان تشرب السمسم كده، وتاخد كميه سمسم كويسه تتشبع بيها. وبفرد في الصينيه يعني بخلي الطول زي بعضه، بحاول اخليه الطول زي بعضه. بجيب صاج معايا، اي صاج عندي مش مشكله، مش تلتزموا بحاجه يعني، مش تعقدوا نفسكم كده وتلتزموا بحاجه وان ما كانتش موجوده تقولوا لا مش هنعرف نعمل وخلاص باظت الوصفه. لا. بجيب بقى دهنة الزبدة دي، بتنفعني في ايه؟ ان هي بتثبت العجينة، بتخليها يعني لو حطيته الزيت هتلاحظوا ان هي بتمشي كده وتقوس مننا. لا، الزبدة مهمة جدا يا جماعة، ما ينفعش نستغنى عنها. لو ما فيش زبدة ممكن تكون سمنة، بس يعني تكون ساقعة. ونعملها بالشكل ده. انا سبتها تخمر حوالي ساعه بقى، بس هشغل الفرن هنا قبل ما تتم الساعه بحوالي ربع ساعه. فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا خلاص فاضل ربع ساعه ولا حاجه وهتم تخمير ساعه. بجري بسرعه اشغل الفرن على درجه حراره 180، وهدخل الصاج الاولاني اللي انا خمرته الفرن يكون على درجه حراره 180 زي ما قلت لكم. بياخد حوالي من تلت لنص ساعة، تمام، عشان يتحمص معانا، يكون حلو زي ما انتم شايفين كده. شايفين شكلها من جوه مفرغة وحلوة جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وهستنى بقى تطبيقاتكم الجميله وتعليقاتكم الحلوه اللي بتفرحني.